السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حابب تبقى سعيد في حياتك اعمل خير، لأن العمل الخيري والسعادة وجهان لعملة واحدة. كتير من الناس بيقول هنفق لما ربنا يوسع عليا، مع إن في ناس تانية ربنا وسع عليها لما أنفقوا وتصدقوا. والدليل في الآية الكريمة: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الفاء هنا للسرعة، والنتيجة سيجعل الله بعد عسر يسرا. في الفيديو اللي فات قلنا ان احنا هنذكر امثله من رواد العمل الخيري، وطبعا خير مثال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رائد العمل الخيري والانساني حتى من قبل النبوه. ولما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم ورجع الى السيده خديجه خائفا وقال لها: لقد خشيت على نفسي، فقالت له: والله ما يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واحب اختم بمقولة: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انتظرونا في فيديو قادم مع رائد جديد من رواد العمل الخيري. السلام عليكم.